السلام عليكم خواتاتي حباباتي متتبعاتي الغاليات وين ما كنتو 58 ولاية كامل. مرحبا بكم في قناتي وفي مطبخي مع الوصفات المالحة. اليوم غالياتي غادي نشارككم كفتة باذنجال بصلصة الطماطم اللي ولادها ما ياكلوش الدنجال بهذه الطريقة، راح ياكلوه ويزيدوا يطلبوه بلا ما يحسوا من كثرة البنة. تبعوا وسجلوا، ما تنساوش جربوا الوصفة. قبل لا نبداو في الوصفة نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساوش جام وبارطاج مع الأحباب والأصدقاء فضلا وليس أمرا منكم. جيبي حبات تاع دنجال الكمية اللي عندك حسب أفراد العائلة، وإذا كثرتي قاع ومش رايحة تندمي فيها لأنها وصفة رائعة وما تتشبعش قاع وتبقى لك تقدري تخليها للوجبة القادمة. المهم انا هادو 4 حبات تاع الدنجال كانوا باقي لي في الثلاجه هما توالى حتى دبال وتكمشوا. جبتهم غسلتهم ونحيت لهم هادوك الجناب وقشرتهم بالقشاره عادي كيما البطاطا. وهنايا بعد ما قشرتهم في صحن اخر كنت موجده الماء ودرت فيه شويه تاع ملح هكذا باش كي نقطع الباذنجان تاعي نقيسه مباشره في الماء هذاك باه يطلق الكحال نتاعه لتما. والدنجال قطعوه مربعات صغيره، قطعوه قطع صغيرة باه كي نقلوه يطيب لنا بالخف. بعد ما قطعت كل الحبات نغترهم بالماء، نحط عليهم هذاك الصحن المصفح باه الحبات يهبطوا لي تحت قاع في الماء، ونخليه حوالي 10 دقائق الفوق. في هذيك المدة تاع 10 دقائق اللي راه يريح فيها انا رحت رحيت الطماطم وغليت الروز ووجدت كاع صوالحي اللي من بعد تشوفوهم اللي رايحين نخدموا بهم باه من بعد يسهل عليا العمل. ومن بعد 10 دقائق لاحظوا تلقاو الماء هذاك اسود ماهوش صافي، هذا كاع من الدنجال. واذا هنايا كي الماء تاعنا راه فيه الملح معناها الدنجال نتاعنا تملح، شرب هذاك الملح. نصفيه في كسكاس ونقطره من هذاك الماء، وانتيا دوقي غير في القا هكذا، اذا لقيتيه مخصوص ملح زيدي له شويه تاع الملح، ولا هذاك هو صيبون. ومن جهه تانية في مقلاة درت فيها شويه تاع زيت، خليتها حمى وفرغت فيها هذاك الدنجال وخليته يتقلى هكذا مره على مره نقلب. لاحظوا يعني هنايا قبل اللي تكثروا الدنجال ما تخافوش لانه في القليان راح قاع يذوب يرجع لكم غير شويه. انا درت 4 حبات وهذاك هي كيتقلى مع دابلي، ومن بعد عطاني حبات هذوك هما سوا. وهنا بعد اللي تقلى وطاب مليح شوفوا قداش نقص، يعني اللي كان بزاف رجع غير شويه. نحيه من المقلاة ونديره في صحن، ونزيد عليه كميه من البولي اشي. انا درت صدر صغير تاع دجاج رحيته، اذا كنتي عندك الصدر هذاك كبير ديري غير النص نتاعه فقط. وزدت كميه من الروز المغلي نغليه في الماء والملح والتوابل، درت كمون وحرغر وسكجبير والكركم وفلفل الاحمر حلو اللي هو العكري وتوم مسكرفج، واذا تبغي القزبر ديري ولا معدنوس. ونخلط كل المكونات جيدا بيديا. ومن بعدها نشكل كرات. الخليط راح يشد في بعضه عادي. المهم انتي الروز تاعك خليه يكطر مليح، كي تغليه خليه يكطر مليح من هذاك الماء. الكرات هنايا تبغيهم انتيا كبار ولا صغار؟ انايا درتهم كبار شويه. ومن بعد ما شكلتهم كرات خليتهم بجهه، ومن جهه اخرى وليت للمقله بها بالزيت نتاعها اللي قليت فيه الدنجال. هنايا الزيت راكم تلاحظوا موش بزاف، درت فيها سنات نتاع الثوم مسكرفج ونقلي الثوم بلا ما نحرقه، ما تخلوهش ينحرق، كون ينحرق راح يطلق لكم المراره.
كي يطلق الريحة تاعه في هذاك الزيت زدت عليه طماطم مرحية 2 حبات، وزدت الملح وفلفل الأحمر حلو اللي هو العكري وحرور وسكجبير، وخلطت كل المكونات وخليت الطماطم تاعي تتقلى على نار هادئة. بعد ما تقلات زدت لها 2 ورقات تاع رند، وزدت عليها حوالي كاس ونص نتاع ماء شللت به هذاك الطاس اللي طحنت فيه الطماطم، من كاس ونص حتى ل2 كيسان ومعليش، وخليتها تغلي. كي ولات تغلي غير بدات الغليه الاولى، جبت هذوك الكرات تاع الدنجال والروز والبولي اشي حطيتهم الواحده تلو الاخرى، وغطيتهم بهذا السنيوه لانه المقلاة هذه راهي كبيره وما عندهاش غلق، وخليتها تطيب على نار متوسطه لمده 8 دقائق هكذاك. ومن بعدها رجعت ليها زدت قلبت الكرات على الوجه الثاني باه تزيد تشرب ليه هذيك لاصوص والدجاج يطيب لي مليح. اصلا الدجاج هنايا راه مرحي، راح يطيب بالخف يعني ما يديش وقت بزاف، والدنجال راه طايب مع الروز. المهم زدت 8 دقائق واحد اخرى ولا 10 دقائق هكذاك، وجيت ليها لاحظوا راهي حاكمه روحها، يعني بلا بيض بلا والو، غير الدجاج كي يطيب يشد في هذاك الروز وفي هذاك الدنجال، والبنة ما نحكيش يعني تحس به مخدوم غير بالدجاج فقط. انا رفدت حبه هنايا تستيتها لقيتها طايبه تهبل، اذا طفيت عليها، وهنايا تقدروا غير هكذاك وتقدميها وتاكلوها بالصحه والراحه. وانا زدت لها فرماج خاص بالبيتزا فوق كل كره، حطيت شويه وعاودت غلقت عليها من الفوق وخليت هذاك الفرماج يذوب غير في هذاك الحمان نتاع لاصوص. وهذه هي النتيجة، يجي من أروع ما يكون، بنينة بزاف تهبل يعني ما تبانش قاع باللي فيها دنجال، ما تعرفيها ني لي بول تاع الدجاج، ما تعرفيها دولمة تاع السردين، كل واحد وش يقول. المهم اللي ما يبغيش الدنجال ما يفيقش به نهائيا، ياكله بلا ما يحس.